مساء الخير طلبة وطلبات الصف الثاني الثانوي. هناخد مع بعضينا كده مراجعة بسرعة كده على الاستاتيكا على أول 3 دروس اللي هو محصلة قوتين، وهناخد على تحليل قوة في اتجاهين، وهناخد على محصلة عدة قوى متلاقية في نقطة. طيب نشوف كده أول سؤال معانا وعلى مهلنا. بيقول لي هنا إذا كان المتجه قاف واحد بيساوي 2 في اتجاه السين وتلاتة في اتجاه الصاد، والمتجه قاف 2 واحد في اتجاه السين وواحد في اتجاه الصاد. بيقول لي هنا ايه؟ فإن مقدار المحصلة بتاعتهم. هو عايز هنا ايه؟ مقدار المحصلة. طيب أنا أجيب متجه المحصلة بيساوي متجه قاف واحد زائد متجه قاف 2. متجه قاف واحد عندنا اللي هو 2 وتلاتة، زائد متجه قاف 2 اللي هو واحد وواحد. نبدأ نجمع كده 2 وواحد يبقى 3، 3 وواحد 4. ده اللي احنا جبناه اسمه متجه المحصلة، بس أنا عايز المقدار. كنا بنسميه مقدار أو بنسميه معيار. المقدار بتاعنا اللي هو كنا بنقول في أولى ثانوي جذر س تربيع وسط تربيع. يبقى جذر 3 تربيع 9 و4 تربيع 16، يبقى جذر 25 يبقى بيساوي 5. عندنا مقاسة هنا بالإيه؟ بالنيوتن، يبقى إذا 5 نيوتن دي المحصلة بتاعتنا. طيب نشوف سؤال تاني. بيقول لي قوتان متساويتان في المقدار تؤثران في نقطة مادية، وقياس الزاوية بينهما باي على التلاتة، ومقدار المحصلة بتاعتهم بتلاتة، فإن مقدار كل قوة. القوتين اللي عندي متساويتين، فممكن نستخدم القانون بتاع المحصلة بيساوي 2 قاف جتا يا على 2. هاخد المحصلة قاف دي مقدار القوة اللي عندنا والقوتين جد بعض، والياء دي الزاوية بين القوتين. طيب عندنا المحصلة مديها لي بكام؟ قال لي المحصلة بتلاتة. 2 قاف في جتا بيقول لي الزاوية بينهما باي على التلاتة. باي على التلاتة ده قياس دائري اللي هو اسمه 60 بالقياس الستيني، يبقى 60 على الاتنين يبقى بيساوي كام؟ 30. طيب يبقى إذا عندنا هنا 3 بيساوي 2 في قاف في جتا 30 عندنا اللي هي جذر 3 على 2. ده مع ده يبقى القاف بيساوي 3 على جذر 3. نقسم، ممكن نضرب في جذر 3 كده بسطا ومقاما، يبقى 3 في جذر 3 ب3 جذر 3 على جذر 3 في جذر 3 يديني 3. ده مع ده يبقى إذا مقدار القوة اللي عندنا اللي هي ق بيساوي جذر كام؟ 3. يبقى الإجابة بتاعتنا جذر 3. طيب نشوف سؤال تاني كده وعلى مهلنا. بيقول لي هنا إيه؟ إذا بلغت محصلة قوتين تؤثران في نقطة مادية القيمة العظمى. قلنا القيمة العظمى، يبقى إذا القوتين اللي عندي في نفس الاتجاه وخط العمل على استقامة واحدة، فإن قياس الزاوية بينهما الزاوية بينهم كده، ده القوتين كده منطبقين على بعض، يبقى الزاوية بينهما بكام؟ بصفر. طيب نركز كده. بيقول لي مقدار محصلة قوتين مقدارهما 3 و5 وقياس الزاوية بينهما ب60. عايزين نجيب المحصلة. طيب نقول كده قانون المحصلة بيساوي جذر قاف واحد تربيع قاف 2 تربيع زائد 2 قاف واحد قاف 2 جتا ياء. هو هنا مديني القوة الأولى والتانية ومديني كمان الزاوية بينهم، يبقى أقول جذر كده قاف واحد 3 تربيع زائد قاف 2 5 تربيع زائد 2 في 3 اللي هي القوة الأولى في قاف 2 اللي هو القوة التانية ب5 في جتا الزاوية اللي بينهم اللي هي جتا كام؟ 60. نشوف الكلام ده هيطلع معانا بالآلة بكام ويبقى خلصت على كده. يبقى جذر 49 بتساوي 7، يبقى المحصلة 7 ويبقى خلصت على كده، جبنا المقدار بتاع المحصلة. طيب نشوف سؤال تاني كده. بيقول لي هنا ايه؟ قوتان متلاقيتان في نقطة ومقدارهم الأولى ب3 قاف والتانية 2 قاف، دي القوتين، والمحصلة ب5. نركز كده، دي القوة الأولى 3 والتانية 2 والمحصلة 5، يبقى عمل ايه؟ جمع القوتين. يبقى إذا القوتين في نفس الاتجاه وخط العمل على استقامة واحدة، يبقى القوة الأولى 2 قاف هنا وبرضه 3 قاف في نفس الاتجاه. طيب فيكون قياس الزاوية بينهما ما دام يبقى زاوية كده منطبقين على بعض، يبقى زاوية بينهم كام؟ صفر. طيب قوتان متساويتان في المقدار، يعني الأولى قد التانية يبقى دي قاف ودي قاف، وقياس الزاوية بينهما ب90، الزاوية بينهم ب90، ومقدار المحصلة يساوي 8 نيوتن، فإن مقدار كل قوة. طيب في الأول القوتين متساويتين لسه واخدين زيها، المحصلة بيساوي 2 قاف جتا يعني 2. المحصلة بتاعتنا بيقول لي بكام؟ ب8. 2 في قاف دي عايزين نجيبها في جتا
الزاوية بين القوتين بيقول لي وقياس الزاوية بينهما بين القوتين كام؟ 90. 90 اللي هي الياء على الاتنين يبقى 45. يبقى 8 بيساوي 2 في ق في جتا 45 1 على جذر 2. طيب يبقى 8 بيساوي ده مقام 1، 2 في 1 ب2، 1 في جذر بجذر في ق. ممكن نتخلص من ده نضرب في معكوس الضربي، يعني اقول 2 على جذر 2 ق بيساوي 8. اتخلص من ده اضرب في جذر 2 على الاتنين، وهنا في جذر 2 على الاتنين، ده مع ده فالواحد وده مع ده فالواحد، يبقى ق بس بيساوي على الاتنين 1 على الاتنين 4، يبقى 4 جذر 2. ده مين 4 جذر 2؟ قيمة كل من الايه القوتين، يبقى القوة الأولى 4 جذر 2 والتانية 4 جذر 2 لأن القوتين اللي عندي متساويتين. طيب نشوف سؤال تاني كده. بيقول لي هنا قوتان مقدارهم ق و4 تؤثران في نقطة مادية وقياس الزاوية بينهما 120. يبقى عندي هنا القوة الأولى ق والقوة الثانية 4 والزاوية بينهم 120 درجة. فإذا كان مقدار المحصلة يساوي 4 جذر 3، ده المحصلة 4 جذر 3، فأوجد مقدار ق، عايزين ق دي بكام، وقياس الزاوية التي تصنعها المحصلة مع ق. طيب على مهلنا نكتب القانون. ح بيساوي جذر ق 1 تربيع زائد ق 2 تربيع زائد 2 ق 1 ق 2 جتا ياء. المحصلة مديها لي 4 جذر 3 في جذر ق 1 اللي هي ق 2 اللي هي 4 تربيع 16، 2 في ق 1 اللي هي ق في ق 2 اللي هي 4 في جتا 120. نربع الطرفين، لما نربع ده هيبقى عندنا 4 جذر 3 تربيع يبقى بيساوي 48. نربع ده يتشال الجذر يبقى ق تربيع زائد 16 زائد 2 في ق في 4 في جتا 120 بسالب نص. طيب نبدأ نختصر كده. 48 بيساوي ق تربيع زائد 16 هنا على الاتنين 1 على الاتنين 1 يبقى موجب في سالب بسالب 4 ق. طيب أنا عندنا هنا ق تربيع وسالب 4 ق، ق تربيع وسالب 4 ق وموجب 16. هجيب ال 48 بعكس الإشارة يبقى سالب 48، يبقى جبنا دي دخلت جوه بعكس الإشارة. طيب يبقى ق تربيع ناقص 4 ق، عندنا هنا نبدأ نطرح دول كده هيدينا عندنا كام؟ 32 بيساوي 0. طيب نبدأ نحلل كده وعلى مهلنا. عايزين الفرق بينهم 4، يبقى ق في ق 4 في 8 ب 32، الكبير زي الأوسط والتنعكسه. يبقى ق بيساوي سالب 4، ده مقدار القوة، ده مرفوض، المقدار دايما بيطلع موجب، وق بيساوي كام؟ 8. يبقى جبنا مقدار القوة اللي هي ق دي بكام؟ 8. طيب بيقول لي بعد كده ايه؟ وعايز قياس الزاوية التي تصنعها المحصلة مع ق. عايز اعرف كده المحصلة بتعمل مع ق زاوية كام. اقول له كده ظاهر دي يعتبر ايه؟ الزاوية بين المحصلة والقوة الأولى. يبقى قلنا ق 2 جاي على ق 2 جتا زائد ق 1، حيث هاء هي الزاوية بين المحصلة والقوة الأولى اللي هي عايزها اللي هي اسمها ق. طيب ق 2 ب 4 جا الياء كلها بكام؟ 120. ق 1 عندنا لسه جايبينها ب 8 زائد ق 2 عندنا ب 4 جاتا 120. نبدأ نشوف الكلام ده كله بالآلة هيطلع معانا بكام. طالع معانا هنا جذر 3 على 3. هنعمل على الآلة كده قياس هي بقى شيفت تان جذر 3 على 3، هتطلع معانا الزاوية 30. طب يبقى إذا دلوقتي عندنا هنا المحصلة تصنع مع القوة الأولى اللي هي اسمها ق زاوية كام؟ عندنا 30 درجة، وخلصت على كده. طيب نشوف سؤال تاني كده على مهلنا. قوتان مقدارهم الأولى 4 والتانية ق نيوتن تؤثر في نقطة مادية والزاوية بينهما 120. أنا عندنا قوة 4 والقوة التانية ق والزاوية بينهم كلها دي بكام؟ 120 درجة. طيب نركز كده. ومحصلتهما المحصلة عمودية على القوة الأولى، يعني عندي هنا المحصلة تصنع مع القوة الأولى زاوية 90. طيب دي مين اللي ب90؟ اللي هي الهاء. طب ما احنا كنا بنقول كده ظا هاء بيساوي الزاوية بين المحصلة والقوة الأولى، يبقى ق 2 جاي على ق 2 جتا زائد ق 1. طيب ما أنا عندي هنا الهاء دي بكام؟ 90. ظا 90 دي غير معرفة، يعني غير معرفة يعني ممكن نكتبها 1 على 0. نعمل مقص بقى. 1 في ده بنفس القيمة يبقى ق 1 زائد ق 2 جتا ياء بيساوي 0 في أي حاجة ب0.
قاف واحد عندنا بكام؟ ب4. قاف 2 عندنا بقاف. جتا ياء كلها ب120. مديها لي في المسألة اهو ب120 الزاوية بين القوتين. طيب نكمل كده. يبقى إذا قاف في سالب نص بيساوي 4. سوري سالب 4، نودع بعكس الإشارة. يبقى إذا هنا نضرب في سالب 2 على الواحد، يبقى قاف بيساوي موجب 8. يبقى إذا مقدار القوة قاف بيساوي موجب كام؟ 8. ويبقى خلصت على كده. بيقول لي في الشكل المقابل عندنا هنا مديني ده محصلة ب 12 وعايز يحللها في اتجاه بيصنع زاوية 45 وزاوية 30. هو عايز قاف واحد بس بكام؟ طب نكتب كده قاف واحد بيساوي، قلنا المحصلة جا هي 2 اللي هي 30 على جا هي 1 زائد هي 2 اللي هي 75. طيب المحصلة عندي بكام؟ 12 في جا 30 بكام؟ بنص على جا 75. يبقى ممكن نقول كده 6 على جا 75. احنا عارفين ان ممكن اشيل واحد على جا واكتب بدلها ايه؟ قتا. ليه؟ احنا الجا مقلوبها قتا، والجتا مقلوبها قا، والظا مقلوبها زتا. يبقى لو شلت واحد على جا هنكتب بدلها ايه؟ قتا. يبقى الاجابه بتاعتي 6 قتا 75 اللي هي الاجابه دي. طيب شوف سؤال تاني كده. بيقول لي هنا ايه؟ اذا وضع جسم وزنه واو على مستوى مائل يميل على الافق بزاويه قياسها هاء. عندي ده افقي وده بنسميه مستوى يميل على الافقي بزاويه هاء. حطينا هنا جسم، الجسم ده وزنه واو، يبقى الوزن يؤثر الى اسفل. طيب نركز كده. بيقول لي فإن مركبة وزنه في اتجاه المستوى تساوي. عايزين نحلل ده عندنا كده في اتجاهين. هو عايز المركبة في اتجاه ايه؟ المستوى. ادي عندنا هنا حللنا كده، دي مثلا قاف واحد وده الاتجاه العمود عليه وليكن قاف 2. هو عايز المركبة بتاع الوزن في اتجاه المستوى اللي هو ده. طيب على مهلنا، في الأول ده أفقي وده رأسي، يبقى زاوية بكام؟ 90. دي 90 ودي ه ودي 90 ناقص ه. تمام. طب ما دي زائد دي ب90 يبقى دي اسمها هاء. خلاص انا عندي دي هاء موجوده. يبقى لما اجي احلل لو انا هستخدم قاف 2 قريبه لهاء يبقى جتا. طب قاف واحد بالنسبه لهاء بعيده، يبقى اذا لما اجي اقول قاف واحد هيساوي الوزن بتاعنا في، هستخدم هاء بس دي بعيده يبقى جا هاء. يبقى هو عايز المركبه في وزن في اتجاه المستوى، يبقى في اتجاه المستوى يبقى واو جا هاء. لو في العمود على المستوى اللي هو قاف 2 كنت هقول ايه؟ واو جتا اهي، لان بستخدم الزاويه دي جتا القريبه جا البعيده اللي احنا قلناها قبل كده. فهمنا حلنا ازاي؟ طيب ركزوا معايا كده. بيقول لي قوتان متعامدتان مقدارهما 12 و5. ادي عندي قوه مقدارها 12 والقوه الثانيه مقدارها كام؟ 5 متعامدتان، يعني زي بينهم 90. فإن مقدار المحصلة هنا سهلة جدا. جذر قاف 1 تربيع زائد قاف 2 تربيع. يبقى جذر 12 تربيع 144 و25 يبقى جذر 169 يبقى كام؟ 13. يبقى 13. طيب القيمة العظمى والقيمة الصغرى على الترتيب لمحصلة دول. عايزين العظمى. العظمى نجمعهم يبقى 8 و13 يبقى 21. طب والصغرى بعد كده تاني حاجة نطرحهم 13 ناقص 8. قلنا القيمة المطلقة عشان نجيب القيمة الصغرى. 13 منها 8 يبقى كام عندنا؟ يبقى 5. يبقى 21 عندنا و5 يبقى الإجابة د. طيب شوف سؤال تاني كده. بيقول لي هنا ايه؟ إذا كان قاف 1 وقاف 2 وقاف 3 مدينا عندي الثلاث قوى والمحصلة بتاعتهم بيساوي 6 في اتجاه السين وناقص 4 في اتجاه الصاد. عايز أجيب أ زائد باء. طب على مهلنا نجيب احنا في الاول كده المحصله. متجه المحصله متجه قاف واحد، قاف واحد عندنا 3 وسالب 2 زائد متجه قاف 2 عندنا الف وسالب 1 زائد متجه قاف 3 4 وسالب باء. نجمع كده في اتجاه السين كله مع بعضيه وعلى مهلنا. يبقى عندنا هنا 3 زائد الف زائد 4 يبقى 7 زائد الف. محدش يقول 7 الف، انا بجمع 3 و4 7 زائد الف وسالب 2 وسالب 1 سالب 3 وسالب باء يبقى سالب 3 ناقص باء. ده المحصلة. طب ما هو مديني المحصلة، بيقول لي المحصلة كام وكام؟ 6 وسالب 4. أساوي الإحداث السيني بالسيني والصاد بالصاد يبقى 7 زائد أ بيساوي 6. يبقى أ بيساوي 6 ناقص 7 يبقى أ بيساوي سالب 1.
طيب الإحداث الصادي سالب 3 ناقص باء بيساوي سالب 4. نودي بعكس الإشارة، يبقى سالب باء بيساوي سالب 4 موجب 3. يبقى سالب باء بيساوي سالب 1. يبقى الباء بيساوي 1 وخلصت على كده. يبقى جبنا الألف والباء. هو عايز ألف زائد باء، سالب 1 وموجب 1، يبقى الإجابة كام عندنا؟ صفر وخلصت على كده. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي قاف 1 وقاف 2 وقاف 3 ثلاث قوى مستوية متلاقية في نقطة، وكانت المحصلة بتاعتهم ب10 جذر 2 و3 على 4 باي. دي صورة كنا بنسميها صورة قطبية، اللي هو بيديني المقدار وزاوية. اوجد قيمة سوري ألف وباء. طيب نجيب دي في الأول كده في صورة إحداثية. كنا بنقول السين المعيار جتا الزاوية. 3 على 4 باي دي لما أضرب كده في 180 على باي عشان نجيب القياس اللي عندنا اللي هو القياس الستيني، هيطلع معايا 135. يبقى جتا 135 هتطلع معانا هنا سالب 10. وفي اتجاه الصاد 10 جذر 2 جا 135، يبقى بيساوي عندنا هنا ب10. يبقى المحصلة كده سالب 10 في اتجاه السين وموجب 10 في اتجاه الصاد. طيب دي المحصلة. طيب أنا هجيب كده متجه المحصلة بتاع القوة اللي عندنا. القوة الأولى 5 و3، والقوة الثانية ألف و6، والقوة الثالثة سالب 14 وباء. نبدأ نجمع 5 وألف وسالب 14. 5 وسالب 14 سالب 9 زائد ألف، و 3 و6 9 زائد باء. ده المحصلة. طب ما المحصلة عندي بسالب 10 و10، نساوي الإحداث السيني بالسيني والصادي بالصادي. سالب 9 زائد ألف بيساوي سالب 10، و 9 زائد باء بيساوي 10. نودي السالب 9 بعكس الإشارة، يبقى ألف بيساوي سالب 10 موجب 9، يبقى ألف بيساوي سالب 1. طيب هنا نودي ده بعكس الإشارة، يبقى الباء بيساوي 10 ناقص 9، يبقى الباء بيساوي كام؟ 1. يبقى جبت الألف وجبت الباء بسهولة. يبقى هي الفكرة إن إحنا حولنا من صورة قطبية إلى صورة إحداثية، وجبنا هنا المتجه دوا بسالب 10 و10، ده متجه المحصلة. جبنا متجه المحصلة التاني وسوينا ده بده وخلصت على كده. طيب نشوف سؤال تاني. بيقول لي هنا إيه؟ قوتان مقدارهما 6 و8 والمحصلة بتاعتهم ب2. يبقى هو عمل إيه؟ طرح. فيبقى ما دام طرح، يبقى اذا دلوقتي الزاويه بينهم كده هتبقى شكلها ايه؟ ده 6 و8، 8 من 6 المحصله ب2. يبقى القوتين عندي على استقامه واحده. يبقى خط العمل واحد بس في اتجاهين ايه يا جماعه؟ متضادين. يبقى الزاويه بينهما تبقى بكام؟ ب 180 درجه. فان قياس الزاويه بينهما 180 درجه. طيب بيقول لي هنا ايه؟ قوتان متلاقتان في نقطه، ومقدارهما 5 و3، وقياس الزاوية بينهما بكام؟ ب60. فإن المحصلة لسه أخدنا واحدة زيها. المحصلة جذر قاف 1 تربيع زائد قاف 2 تربيع زائد 2 في قاف 1 في قاف 2 في جتا الزاوية بينهم اللي هي كام؟ 60. هيطلع معانا المحصلة جذر 49 بيساوي 7. يبقى الإجابة 7. لسه حلين واحدة زيها بالظبط، يبقى 7 نيوتن. طيب نشوف كده سؤال تاني. بيقول لي إيه؟ قوة مقدارها 6 جذر 3 نيوتن تؤثر في اتجاه. طيب نرسم الاتجاهات بتاعتنا كده وعلى مهلنا. عندي هنا شمال، عندنا هنا جنوب، عندنا هنا شرق، عندنا هنا غرب. طيب بيقول لي ايه؟ القوة دي تؤثر في اتجاه 60 شرق الشمال. يبقى بين الشرق وبين الشمال، بس زاوية ال60 دي على الشمال، يبقى المتجه بيعمل مع الشمال زاوية 60. يبقى هنا الزاوية دي كام؟ 30. ده المتجه بتاعنا. طب المقدار عندنا بتاع القوة 6 جذر 3 على مهلنا بقى. بيقول لي ايه؟ حللت إلى مركبتين متعامدتين، فإن مقدار المركبة في اتجاه الشرق. طيب عايز أحللها في اتجاه الشرق واتجاه العمود عليه. هو عايز في اتجاه الشرق. طيب أقول له كده المركبة في اتجاه الشرق. نركز كده. عندنا هنا في اتجاه هنستخدم 30. 30 بالنسبة للشرق دي قريبة، قلنا يبقى هستخدم 30. يبقى هنا جتا وهناك جا. أنا عايز دي بس، يبقى أقول له كده 6 جذر 3 جتا 30. يبقى 6 جذر 3 في جذر 3 على 2. يبقى عندنا هنا
على الاتنين 1 على الاتنين فيها التلاتة، يبقى 3 في 3 بيساوي 9. يبقى إذا القوة في اتجاه الشرق بكام؟ ب9. بيقول لي هنا قوتان متساويتان مقدار كل منهما 8 وقياس الزاوية بينهم 120. عايز المحصلة. ده هنا مديني القوتين. طيب المحصلة بيساوي 2 ق جتا ي على 2. 2 في القوة عندي بكام؟ ب8 في جتا الزاوية بينهما بكام؟ 120 على 2 يبقى بيساوي 60. يبقى 2 في 8 في نص. يبقى إذا المحصلة عندنا هتبقى بكام؟ ب8. فهمنا حليناها إزاي؟ طيب بيقول لي هنا إيه؟ قوة مقدارها 6 نيوتن تعمل في اتجاه الشمال. ركزوا في دي قوي. نرسم كده. أنا عندنا هنا شمال، جنوب، شرق، غرب. مقدارها كام؟ 6. تعمل في اتجاه الشمال، يبقى على الشمال نفسه. بيقول لي هنا ايه؟ تم تحليلها إلى مركبتين. هيحللها إلى مركبتين متعامدتين، فإن مقدار مركبتها في اتجاه الشرق. هيحلل الأولى في اتجاه الشرق، يبقى الثانية في الاتجاه الشمال نفسه. يبقى دول الاتجاهين، دي قاف 1 وادي دي قاف 2. واحنا بنشرح قبل كده قلنا يبقى قاف 1 دي ب0، اما قاف 2 دي ب6. يبقى اذا هيحللها في اتجاه الشرق. طب الاتجاه العمود عليه نفس الاتجاه اللي عليه المحصلة. يبقى اذا دلوقتي القوة في اتجاه الشرق تبقى بكام؟ ب0. طب لو قال في اتجاه الشمال هتبقى مقدارها كام؟ 6. طيب قوتان 3 و4 نيوتن محصلتهما ب5. فإن قياس الزاوية بينهما. لو نركز كده ممكن نقول دي 9 وده عندنا 16 ودي 25، يبقى القوتان متعامدتان، يبقى الزاوية ب90. أو حد يحل على مهله. المحصلة بيساوي عندنا هنا جذر، عندنا قاف 1 تربيع قاف 2 تربيع 2 قاف 1 قاف 2 جتا ي. المحصلة بكام؟ 5. جذر قاف 1 تربيع 9 4 تربيع 16 2 في 3 في عندنا 4 في جتا ي. نربع طرفين يبقى دي 25. 9 و16 25. 2 في 3 6 في 4 ب 24 جتا ي. هودي ده بعكس الإشارة، هيبقى 25 ناقص 25 بيساوي 24 جتا ي. يبقى 24 جتا ي بيساوي 0. نقسم على 24 يبقى جتا ي بيساوي 0. يبقى عندنا هنا جاتا كام ب0؟ جاتا 90. يبقى عندنا هنا الياء بتساوي كام؟ 90. يبقى الياء بتساوي 90. طيب شوف كده وعلى مهلنا. عندنا هنا بيقول ايه؟ قوتان متعامدتان مقدارهما كذا وكذا، والمحصلة عندي ب3 جذر 5. هات مقدار قاف. ماشي، اكتب كده المحصلة جذر قاف 1 تربيع زائد قاف 2 تربيع، لأن القوتان متعامدتين. لو هربع يبقى ح تربيع بيساوي قاف 1 تربيع زائد قاف 2 تربيع. ربعت ده وربعت ده اتشال الجذر. المحصلة مديها لي ب3 جذر 5 تربيع، يبقى ب45. قاف 1 2 قاف ناقص 5 تربيع. القوة التانية قاف زائد 2 لكل تربيع. هنبدأ بس نفك الأقواس التربيع ويبقى خلصت. الأول تربيع، تاني تربيع، الأول في التاني في 2. 2 في 5 ب10 في 2 ب20 قاف. نفك ده قاف تربيع، وهنا 4 وهنا 2 قاف في 2 يبقى 4 قاف ناقص 45 بيساوي 0. دخلت دي بعكس الإشارة. قاف تربيع وادي قاف تربيع يبقى 5 قاف تربيع. سالب 20 وده عندي 4 موجب 4 يبقى سالب 16. 25 وسالب 45 يبقى سالب 20 بيساوي 0. طيب يبقى عندنا 4 و1 يبقى 5. عندنا سالب 20 وموجب 4 يبقى سالب 16. عندنا هنا 25 موجب وسالب 45 يبقى سالب 20. نبدأ نحلل ده باستخدام المقص. ادي 5 قاف وادي قاف. عندنا هنا هنبدأ نحلل ال20. طيب في مشكلة كده في التحليل فنشوف كده مع بعضينا. عندنا 4 و1 يبقى 5. عندنا سالب 20 وموجب 4 يبقى سالب 16. عندنا 25 موجب وموجب 4 نسيناها يبقى عندنا 29. وسالب عندنا 45 يبقى إذا دي سالب 16. طيب نحلل كده 5 وهنا 1. عندنا ال 16 دي ممكن نكتبها كده 4 في 4
يبقى 20 منها 4 يبقى 16. الكبير الأربعة دي ولا الأربعة دي؟ الأربعة دي لأن دي 20. يبقى إذا سالب، وده زي إيه؟ ده زي الأوسط والتاني عكسه. يبقى 5 ق موجب 4 في ق ناقص 4 بيساوي صفر. يبقى ق بيساوي سالب 4 على 5، طبعا ده مرفوض، ده مقدار القوة. يبقى ق بيساوي 4، يبقى جبنا ق بكام؟ ب4. طيب بيقول لي قوتان عندي هنا 8 و6، المحصلة ممكن تبقى بكام؟ طيب احنا هنا المحصلة نشوف كده بتبقى بكام. أكبر محصلة اللي هو نجمعهم 8 و6 14، وأصغر محصلة نطرحهم 8 منها 6 يبقى 2. يبقى المحصلة أي رقم من 2 لحد 14. ال 20 بين 2 و 14 لا، ال 15 لا، ال 12 أيوه، الواحد لا. يبقى إذا المحصلة ممكن تبقى إيه؟ أي رقم من 2 لحد 14. يبقى جبنا أكبر محصلة جمعناهم، وأصغر محصلة اللي هي الاتنين طرحناهم. يبقى المحصلة ممكن تبقى أي رقم من 2 لحد 14. طيب بيقول هنا إيه؟ قوتان 8 و16 نيوتن تؤثران في نقطة مادية، وكانت المحصلة عمودية على إحداهما، فإن قياس الزاوية بين القوتين. بيقول عندي هنا ركز كده، قوتين، واحدة ب8 وواحدة ب16. بيقول لي المحصلة عمودية على واحدة فيهم. واحنا بنشرح قلنا دايما لما يقول لي عمودية بتبقى دايما عمودية على القوة الصغيرة. مين الصغيرة؟ ال8. يبقى المحصلة عمودية على القوة الصغيرة اللي هي 8. طيب بيقول لي هنا ايه؟ عايزين نجيب ايه؟ عايزين نجيب الزاوية اللي بين القوتين اللي هي الياء. طب ماشي، هقول له كده ظا ه اللي هي ظا 90 بيساوي، قلنا ق 2 جا على ق 1 زائد ق 2 جتا ي. دي غير معرفة، نعمل مقص، يبقى ق 1 زائد ق 2 جتا ي بيساوي صفر. ق 1 عندنا موجودة بكام؟ 8. ق 2 ب 16 جتا ي بيساوي صفر. ودي 8 بعكس الإشارة، 16 جتا ي بيساوي سالب 8. يبقى جتا ي نقسم على 16 يبقى سالب نص. يبقى الياء بيساوي، قلنا الجتا سالبة يبقى الزاوية عندنا تبقى مالها؟ تبقى منفرجة. 180 ناقص الحدة، هقول له شيفت كوزين نص بس يديني 60. يبقى الزاوية ب 120، يبقى زاوية 120. بيقول لي هنا ايه؟ أثرت القوى 8 و4 جذر 3 وكذا في نقطة مادية، شوية قوة، عدة قوة. وكان قياس الزاوية بين القوتين الأولى والثانية، بين الأولى اللي هي 8 والثانية اللي هي 4، الزاوية بينهم بكام؟ 30. بين الأولى والثانية 30. تمام. والزاوية بين الثانية والثالثة، دي الأولى دي الثانية، يبقى دي الثانية، الثانية بقى والثالثة 120. الزاوية عندنا 120 بين الثانية والثالثة. الثالثة اسمها إيه؟ 6 جذر 3. وبين الثالثة اللي هي دي والرابعة 90، الزاوية عندنا هنا 90. طيب نركز كده على مهلنا، مقدارها كام دي؟ 14. بيقول لي فإن مقدار المحصلة. طيب احنا نحدد القوة بتاعتنا الأول. قلنا هنعتبر الاتجاه الموجب للسينات هو القوة الأولى، يبقى القوة الأولى بتعمل مع نفسها زاوية صفر، نمشي عكس عقارب الساعة. القوة الثانية بتعمل مع القوة الأولى، ده مقدارها 4 جذر 3 وبتعمل زاوية 30. ده مقدارها 6 جذر 3، ناخد كل الزاوية دي، يبقى بجيب زاوية بتاع المتجه ده مع القوة الأولى، يبقى 150. بعد كده 14 وكل الزاوية دي 150 عندنا و90، يبقى بيساوي 200 وكام؟ و40. هجيب المحصلة في اتجاه السين، 8 جتا صفر زائد 4 جذر 3 جتا 30 زائد جذر 6 جذر 3 جتا 150 زائد 14 جتا 240، ونشوفها بالآلة هتطلع بكام. وهجيب المحصلة في اتجاه الصاد، 8 المرة دي جا صفر زائد 4 جذر 3 جا 30 زائد 6 جذر 3 جا 150 زائد 14 جتا 240. نشوف الكلام ده بالآلة هيطلع معانا بكام. عندنا هنا بالآلة طلع دي معانا سالب 2، وطلع معانا الناتج التاني سالب 2 جذر 3.
ده المحصلة في اتجاه س وفي اتجاه ص. يبقى هو عايز ايه؟ مقدار المحصلة. يبقى ح بيساوي جذر س تربيع سالب 2 تربيع 4 سالب 2 جذر 3 تربيع يبقى 12. يبقى جذر 16 يبقى بيساوي 4. عندنا هنا شغالين نيوتن يبقى 4 نيوتن. يبقى 4 نيوتن. طيب نشوف كده سؤال تاني مع بعضينا. بيقول لي أ ب ج د مستطيل. نرسم مستطيل كده. نكمل قراية. بيقول لي أ ب عندنا ب4 سم ب ج ب3 سم. عندنا أثرت القوة 4 و10 و6 في أ ب أ ج أ د. نبدأ أ من هنا. أ ب ج د. أ ب عندنا ب4 سم يبقى ده ب4 سم. ب ج 3 سم يبقى ده 3 سم. القوة اللي أثرت عندنا هنا أول متجه عندنا أ ب. قيمتها 4. طيب تاني حاجة بعد كده أ ج المتجه أ ج اهو. قيمتها عندنا ب10. القوة التالتة أ د. أ د القيمة بتاعتها عندنا ب6. طيب نشوف كده بيقول لي ايه. فإن المحصلة تصنع زاوية قياسها نقط مع أ ب. طيب هنبدأ نجيب كده القوة بتاعتنا كلها على أ ب. القوة بتاعتنا 4 بتعمل مع نفسها زاوية 0. القوة التانية 10 بتعمل زاوية كام دي؟ مش عارفينها، ممكن نسميها هاء. طب عندنا هنا القوة التالتة 6 بتعمل مع القوة الأولى الزاوية دي كلها بكام؟ 90 لأن ده مستطيل. طيب عندنا هنا ده 4 سم وده 3 سم من فيثاغورس ده 5 سم عشان المثلث اللي عندي ده مثلث قائم الزاوية. هجيب المحصلة في اتجاه السين. أقول له 4 جتا 0 زائد 10 جتا زائد 6 جتا 90. يبقى عندنا هنا 4 جتا 0 بواحد يبقى 4. 10 في جتا مجاور على وتر يبقى 4 على 5. جتا 90 دي بصفر. دي فالواحد دي فالاتنين يبقى 4 زائد 8 يبقى بيساوي 12. نجيب المحصلة في اتجاه الصاد. عندنا هنا 4 جا 0 زائد 10 جا زائد 6 جا 90. ده عندنا بصفر. 10 في جا الجا مقابل على وتر يبقى 3 على 5. جا 90 دي بواحد يبقى 6 في 1 ب 6. دي فيها الواحد دي فيها الاتنين يبقى 2 في 3 ب 6 زائد 6 يبقى بيساوي 12. جبنا كده السين والصاد المحصلة في اتجاه السين والصاد. هو مش بيقول لي هات المحصلة، بيقول لي هات الزاوية اللي بتصنعها المحصلة مع المتجه الأول أ ب أو مع القوة الأولى. هقول له كده ظ ه بيساوي ص على س. 12 على 12. قلنا الاتنين موجبين يبقى ربع أول يبقى الزاوية بتاعتنا حادة. 12 على 12 فالواحد. هعمل شيفت تاني واحد يبقى 45. يبقى إذا دلوقتي عندنا هنا متجه المحصلة يصنع مع أ ب زاوية كام؟ 45 درجة ويبقى خلصت على كده. طيب شوف سؤال تاني كده. بيقول لي هنا قوتان مقدارهم ق وك. والقوة ق أكبر من القوة ك. والمحصلة تنتمي للفترة من 5 إلى 9. طيب المعلومة دي مهمة جدا. يعني أكبر قيمة المحصلة 9. يعني لما أجمع ق زائد ك هيديني 9. وأصغر قيمة المحصلة 5. يعني ق ناقص ك هيديني 5. طب ما كده معادلتين. نبدأ نجمع كده يبقى 2 ق بيساوي ده صفر هيدينا 14. يبقى ق بيساوي 7. نعوض هنا كده القاف ب7 نوديها بعكس الإشارة يبقى الكاف بيساوي 2. هو عايز ايه بقى؟ بيقول لي هات 5 ق ناقص 2 ك. بقت سهلة. 5 في 7 35 ناقص 2 في 2 ب4 يبقى القيمة بكام؟ 31. يبقى 31 وخلصت على كده. بيقول لي هنا ايه؟ قوتان مقدارهم 8 وقاف وقياس الزاوية بينهما من 0 إلى 180. والمحصلة تنصف الزاوية بينهما. المحصلة القوة الأولى عندي 8 والتانية قاف. المحصلة بتعمل ايه؟ تنصف يبقى الاتنين جد بعض. دي ب8 يبقى التانية ب8 يبقى 8 وخلصت على كده. طيب شوف كده. بيقول لي هنا قوتان مقدارهما 3 و5 نيوتن والمحصلة بتاعتهم ب2. ركزوا كده في صيغة السؤال. ده 3 و5 والمحصلة ب2 يبقى عمل ايه؟ طرح القوتين. يبقى القوتين كده في اتجاهين متضادين. ادي عندنا هنا دي مقدارها 3 ودي مقدارها كام؟ 5. يبقى الزاوية بينهم بكام؟ ب180. ده الزاوية بين القوتين. طب ليه عرفت كده؟ لأن مدين المحصلة ب2 يبقى 5 ناقص 3 يبقى 2. طيب فإن قياس، نركز في الصيغة، قياس الزاوية بين المحصلة والقوة الثانية.
ركزوا معايا، هو مش عايز الزاوية بين القوتين، الزاوية بين القوتين 180، لا ده هو عايز الزاوية بين المحصلة والقوة الثانية. طب ماشي، هو المحصلة فين اتجاهها؟ كنا بنقول كده لو خط العمل على استقامة واحدة دايما اتجاه المحصلة في نفس اتجاه القوة الكبرى. يبقى إذا المحصلة تعمل في اتجاه القوة كام؟ 5. يبقى إذا المحصلة موجودة هنا، يبقى الزاوية بين المحصلة والقوة 5 صفر، يبقى الزاوية صفر. لكن لو سألنا على الزاوية بين القوتين ب 180. وكده يبقى احنا خدنا شوية أسئلة على أول 3 دروس، وشكرا.